انا وصاحبي شغالين مع بعض في مكان واحد، والدنيا عادي كل يوم ما بيننا ومفيش اي حاجه، لحد ما جه في يوم وحصلت حاجه غريبه جدا. في الاول افتكرت الموضوع عادي، لكن بعد فترة لاحظت على صاحبي اللي هو قلقان كتير. وفي يوم سالته مالك ليه متغير كده؟ ساعتها قال لي جملة لحد دلوقتي انا مش قادر انساها. قال لي انت عمرك حسيت ان حد بيراقبك؟ بصراحه ضحكت وقتها وقلت له لا يا عم، شكلك محتاج تنام شويه. المشكلة كنتش بهزر، بقالي اسبوع بحس ان في حد بيبص لي. سالته طب شفته؟ لا، ودي المشكلة، لكن عمري ما شفته، بس بحس ان هو موجود. ساعتها بدات اخد الموضوع بشكل هزار اقل شويه، خصوصا ان صاحبي ده عمره ما كان بيخاف من حاجه اصلا. فاكر اليوم اللي خرجنا فيه من الشغل متأخر؟ اه، اليوم ده حسيت بنفس الاحساس تاني. الغريب انه اول ما قال كده افتكرت حاجه. ايه؟ اني من كام يوم كنت ماشي لوحدي، وفجاه حسيت ان في حد ورايا فعلا. وشفت حد؟ لا، من اليوم ده كل ما نخرج من الشغل نبص حوالينا بشكل تلقائي، لحد ما حسيت الحاجة اللي غيرت كل حاجة. وفي يوم كنا قاعدين بنشرب حاجه بعد ما خلصنا شغل عادي جدا، فجأة لقيته بيبص ورايا وساكت. انا افتكرته بيفكر في حاجه، بس انا مكنتش بفكر. كان بص على ايه ده؟ غريبه دي. في راجل واقف بعيد. عادي جدا. لا مش عادي، ليه؟ لان الراجل ده بيبص علينا من ساعة ما قعدنا. ولما بصيت انا كأني ما لقيناهوش. اختفى. ساعتها حسيت اني مش متخيل، الموضوع بقى اغرب بعد كده، لان الاحساس مش عند الواحد، بدأ يبقى عندنا كمان. واكتر حاجة مخوفاني لحد النهاردة اللي احنا موهومين، ولا كأني كان في حد فعلا كان بيراقبنا، ولا كان في اي حد. فهو غالبا سمع القصة دي دلوقتي. لو انت مكاني هتبص وراك فعلا دلوقتي؟ وهنا تنتهي قصتنا. ما تنساش تشترك وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ولايك لكل الفيديوهات. ونفسك فيها السنة نفسي اركب البي ام. سامي نفسي يركب البي ام. قرر. خلصانه يا اخواتنا، ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية وقصص تانية ومواضيع وحوارات كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.